ماتش الاهلي جاي، انا مش عارف هنعمل ايه. مش عارف هنعمل ايه والله. ربنا يستر، نقول ربنا يستر. خصوصا ان الاهلي ده موضوع تاني، لسه عايز اتكلم على الاهلي، ممكن ابقى اعمل له فيديو تاني. لان شايف ان كولر لسه ما طلعش افضل امكانيات من الصفقات اللي جات والفرقه اللي تحت ايده. فالحمد لله ان هو لسه الاهلي ممكن دلوقتي ما وصلش لاعلى فورمه تخوفك قوي قبل ماتش القمه، بس انا كده كده خايف يعني من غير ما الاهلي يوصل لاعلى فورمه، لان احنا فورمتنا سيئه جدا. على العموم خلينا نشوف. بالنسبه لقصه ناصر ماهر، انا كنت قلت لك قبل كده ناصر ماهر لو ما ظبطتش معاه التجديد بتاعه وتعاملت بمنطقيه مع طلبات زيزو هتخسر ناصر وعبد الله السعيد. وقلت لك واديك بتشوف عبد الله السعيد عمال يجي له عروض وممكن يسيبك ويمشي اخر الموسم. وناصر ماهر اللي عمله ده اريافه. اريافه ان ناصر ماهر جاله عرض من بيراميدز، والعرض بفلوس كتيره قوي اكتر من اللي في الزمالك. هو مش عايز يروح بيراميدز، عايز يكمل في الزمالك. فطلب بيتقرب وجهات النظر في الفلوس، قالوا له لا مش انت لسه ما عملتش حاجه، انا اشوف لك اشهد لك واديني اماراتك والقصص دي. فحس انه مش متقدر لان في لعيب تاني محطوط له مفروش له الارض ورد. فحس ان انا بقدم نفس اللي قلت لك، اللعيب هيبص على اللي بيقدمه ويبص للعيب تاني يحس انه بيقدم شيء لا يقل عنه، فيبدا يزمزق معاك، وده اللي حصل. فقرف واتخانق، وانا مش مبرر اللي عمله لا. ليك عادة تتصرف صح وتلعب وتسترجل، تضرب لي واحد تتعاقب.